السلام عليكم، شلونكم بنات؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بألف خير وصحة وعافية وراحة بال. قعدنا من النوم ساعة بالعشرة. تكتبون لنا بالتعليقات بس ساعة تقعدون بالله يوميا الصبح. ارد اشوف البنات بس ساعة يقعدون. قعدت. ريقنا الجهال راحوا للمدرسة وتغدينا وهسه نبدي نلملم ونكفكف البيت. طبعا بالبيت موجود ابني الصغير وبنتي تقريبا اجت ساعة بالثنتين، دوامها ساعة ب11. اول ما بديت لميت شعري تعرفون بهالقراصة اني بالبيت ابد ما اشده، فهو مو كلش طويل، فجبت قراصتي انا من اشتغل اشده حتى ما يدهشني. انا عندي يوم هواية شغل. اني بالعادة هو هذا الشغل اللي اسويه. اولا بالبداية اسوي الملم اللي بالقاع اللي مطشر، ذن السوالف كلها مال ابني. هاي الجنطة جابتها امي إله، فاجمعهن بيها، خاف يلقى شي ضايع هاي احطه بهاي الجنطة لانه هو يظل يبكي، وهاي خانته إله لان كان عنده كومود صغير ما يكفي. تعرفون هسه شتويات لان كبار فما يكفن. وبنتي استوهجتي من المدرسة وهذا ابني قام يبكي ليش؟ يقول لي ضميتي الجنطة. حبايبي اذا وصلت لهنا يلا حطوا لنا لايك لا تنسين، واذا انت اول مرة وتشوفين قناتي يلا افتري عليها وشوفيها اكيد حتعجبك. هسه شنو بنات، الغرفة اصلا هي مرتبة ما بيها شي، بس عدلتها هيجي لان هذا ابني من ينام عليها مثلا المخدة هيجي يجرها وهاي يحطها من هنا فيظل يلعب بيها. هسه شو اسوي؟ اروح اكنس القاع. جبت مكناستي، قولوا له مكناستكم يا لون انا مكناستي حمراء مطقمة ويا البيت. هسه اشغلها والملم لان هو هذا الفتافيت اللي توقع بالقاع ولازم اكنسها وراح امشي على البيت كله. طبعا بنات راح احط لكم قناة اختي باول تعليق، اللي ما يعرفها واللي ما يدري بيها ضيفوها وشاهدوا الفيديوهات كلهن. طبعا راح اسوي لكم مسابقة، حابة اسوي مسابقة وين بقناة اختي، فانضموا وحطوا لايكات وعلقوا، وان شاء الله راح احط لكم اسوي لكم مسابقة حلوة واربح بيها بنية تصل لها رصيد او طلبية من عندي هدايا. فخلي افكر بشنو مسابقة. اعطينا انواع مسابقات اكتبوا على مود اسويها هناك. وانا حابة اربح بنات من قناتي الجديدة، مو هذه شو مال اختي. راح احط لكم اياها انا باول تعليق، فاقولكم من يخلص هذا الفيديو يلا تروحون. تمام. انا هنا شنو هسه القاعية نظيفة بس امشي على الكاربت. وهاي الثلاثية شفتوها حاطتها بغرفتي كلش حلوة، اشتريتها ب40. لا الزحلق ولا ابد، ثقيلة وحلوة، حتى من يوقع عليها الشي تقدرون بمي حار واسفنجة رأسا يروح. وهنا أنا راح امشمش على السريع الكوريدور. تغدينا بوقتها. انا شاركتكم بالفيديو راح اكلنا تمن عدس ويا روبة. زوجي كان ما موجود فتبلت للعشاء دجاجة بوقتها. هنا أنا تبلت لي دجاج وشرحته وتبلته، فاول مرة بحياتي راح اسوي دجاج شوي بدون سلق. راح اشويه هيجي واشوف شلون يطلع عندي وراح اسولف لكم الاخطاء اللي وقعت بيها، لان هذا الدجاج اول مرة اسويه اللي هو بالكيس الحراري. شوفوا انا هنا حاطت لي هاي اللي نقعد عليها، هذا شوفوا بكل بيت موجودة، لا تقولوا له ما موجودة. تفرشوها هاي تاكلون عليها تقرون عليها، جو هاي يوسخون، فنحط هاي نحافظ على الكاربت. حاطت لكم هاي القطعة مال طاقة الثراء يسموها بعدين كملت كنس وتعزيل. هسه من اجي اغسل الماعينات مال الغدا، ما عندي كلش قليلات. اني اغسل ما ابقيهن مثلا للصبح او ريوق عيفين، لا غسلت مال ريوق وكملت. هسه اجي اخذ على السريع مال الغدا، لان هن ماعونين قلاص زوجي مثلا يشرب شاي، ماعونين ذني اكلنا بيهن، بنتي اجي صبيت لها. وذني بعد تعرفون انتو هاي القلاصات، هاي القلاصات ابني يشرب بيهن مي ما يقبل عيني. مرات الله يهديه يشرب بالفافون، انا احط لهم فافون على ما يتكسرن، لان ابني ايش قد يكسر لو تدرون كلن مكسرهن. فكان عندي مثلا درزن من هذا النوعية ودرزن من هذا النوعية، فبقى بكل نوعية واحد فيكسرون. وهمزين عندي الماعينات غسلوهن، يعني كل ملو بوقته، ما راح تحسون حتى من تشوفوهن هواية عليكم هاي ما بيكم بعد حيل تغسلون. وانا اكره كلش المواعين، يعني اتعجب على بنات يقولون لنا احنا نحب المواعين، شلون تحبوهن؟ ما اعرف، جاشن الشتاء وباردة. فهسه كملت
وكل شي كملت. عندي هذا المعطر شوية يسدوه منه لو هو يشكل، فأنا استخدم هذا مو يفرغ بنات. شو اسوي؟ احط له معطر مال الارضيات رويال واحط وياه مي وحيل ارجه. شوفوا لويال يجنن يجنن العفو. رويال هذا مال الارضيات تعرفوه، فاحطه المي واظل ارشش. شوفوا هسه انا هنا سويته المن احط على الاشياء ذني حتى يثبت عليهن المعطر ويظل يفوح بيهن. هذين السنبلات بنات طبيعيات، اخاف حتى الزمهن لان يتكسرن. اشتريتهن ب2000 كلش حلوات من بيج. واشتريت من البيج اشتريت ذني احط بيها زاهي وهاي. شوفوا هذا هنا أنا تبل الصدر وفخذ نص دجاجة تبلتها بخل وبهارات وملح ولمندوزي. هسه أنا هنا كملت المطبخ. شوفوا بنات هاي النشرة اللي حطيتها تتذكرون، أنا ما صورتها لكم الصراحة، يعني صورتها بقناة أختي من حطيت هاي النشرة لصق كلش حلوة. اشتريت لي مترين وحطيتها انطق جمالية وشكل يجنن. هسه شنو أجي أجلف المغاسل وأجلف القاعية. هنا تجلفوها بهذا الشكل. أنا مرات استخدم جلافة بس هالمرة لقيت هاي والله السفنجة بس عادي، لأن أنا يوميا أجلفها. المغسلة تعرفون كلش تتوسخ، وزوجي هنا يحط دهن راسه فيوقع عليها دهن، وأنا أضوج كلش من الدهن، وهذا الدهن يقوم يلزق بيه الصابون وهاي هيجي يصير. بس هي حلوة لا جلفتيها وهاي ظل تلمع. فاليوم هم راح اسوي اللول مال الصحيات، هم راح اجلفهن لان مال مي الرش مال مي يظل لازق عليها ويصير لونه ابد مو حلو. هسه راح اراولكم اله. وهو حلو الستيل والفرفوره حلوات تجلفيهن يغدن يلمعن. وهاي بهذا الشكل انا كملت، بس راح اخذهن هيك على السريع على مود اسوي الصحيات ووراها نكمل يومنا. بنات أنا هذا يومي شلون أكمله هيجي، ووراها أكمل أروح أسوي الطرمة. بس ما صورت لأن حطيت تلفوني على الشحن طوط. هنا أنا تقريبا بشحن 13 وأصور لكم. دائما من أريد أصور تلفون خالص وأحطه على الشحن وما أصور، بس هالمرة قلت لا لازم أشد حيلي وأصور لكم فيديوهات، لأن انتم تحبون هيجي سوالف. ومن زمان كلش ما منزله هيجي سوالف، يعني جلف وشطف، فملينا من الأكل وهذه السوالف كلها. شوفوا بنات هذا الدهن اللي يستخدمه زوجي، خذوا له سكرين. يجيب منه علب كلش يعني سعره 3 يحطه الشعره. والله هذا واحد من أصدقائه زرع شعر فوصفوا له هذا الدهن، وزوجي هم جابه ودائما مستمر عليه. فهو نوع زوجي أصلا نوعية شعره ثخين وطويل، فما أعرف إذا يفيدكم أو لا، فلا تبقوا هواي براسكم، يعني ثاني يوم غسلوه. هنا أنا هاي مال الصحيات همين أغسلتها لأن أحب الستيل يظل يلمع. فلقيت هاي الرذاذ مال المي فيابس عليه يصير مو حلو لونه هيجي شكله، عبالك صاير أجلح. فحتى تجلفيها شوفوا بالاسفنجة تظل تلمع. ووراها أغسل الطرمة، وراها أقعد شوية وبعدين أقوم أسوي الدجاج وياكم. أسوي اليوم الدجاج بالخضار عاجبني. اليوم زوجي أكل وين؟ أكل يم أهله، يعني هناك كان عندهم شغل وقال راح أتغدى. فأنا استغلت الفرصة. تعرفون الجهال بالمدرسة وأنتوا ابنش وحيدكم زوجش ما هو تاكلون أي شي حتى لو أقل، بس زوجي ما ياكل تقلاه بالغدا. يعني سويت عالسريع، سويت لي تمن عدس واشتريت روبو وقعدت آكل. فكلش تمن العدس أحبه بنات، يعني بشكل يعني حتى ساعة 12 بالليل آكله عادي. يلا بعد أحسن هو حتى يعني زين العدس. هنا أنا حطيت هو القاعية نظيفة، سويت رشيت معطر ومي وهيجي أمسح القاع، راح تبقى معطر بالقاع بهذا الشكل ويظل عطر ويفوح، وبعدين أنشفه يعني يظل عطر بالقاع. هذه شوفوها مال القاعية. ووراها بنات صار المغرب وحان وقت العشاء. هنا أنا فتحت الفخذ، فتحته يعني شلون تشرحيه، والفخذ هم الصدر هم شرحته. وهاي الصلصة اللي سويتها حطيت روبة وشوية خل وفلفل أسود وبابريكا وكاري وملح ولمندوزي وصبغ. إذا بدأ الصبغ حطوا معجون، وإذا تحبوه حامضة حطوا لمندوزي. بنات شوفوا، فقلت خلي أشويها بالصينية وأحط سيليفون. فجيراننا دزت لي هذا التشيز. شوفوا هذا الفخذ شلون شرحته.
فحطيت التشيس وحطيت بيه الصلصة وحطيت بيه بصل وطماطة وبوتيتا. بس البوتيتا بنات كلش نحسة، لأن هي شوفوا فارة 1.5 ساعة بالفرن، والبوتيتا من فوق ما مستوية قوية ومن الداخل طرية. فأكيد يعني قلتولي مرة بفيديو قلتولي بس يلوحة حموضة راح تتجمد البوتيتا. هسه خل أقطع البوتيتا وبها هذا النقط الأسود يصير فوق خله أوخره. وحطيت ثوم همينه باودر، وهذا راح أضمه أريد أتبل بيه بعد دجاج. وهذا التشيس شوفوا الحراري، قالوا لي حطيه حطي بيه وحط الصلصة وزرفيه وحطيه. فأنا سويت، شوفوا سويت بهذا الشكل، زرفته ما زرفته هنا، راح أحطه قبل بالفرن، الفرن العادي مو الغازي. فشفت الطريقة غلط، قالوا ينفجر ما يتحمل. فسويت اني طلعته وحطيته بصينية صغيرة، وانا هاي اسوي بيه كيك، هذا ايش يسموه قالب. وبعدين حطيته بالفرن الغازي، قلت هذا مطول وما راح يستوي، خلي احطه هناك احسن لي. شوفوا حطيته، شوفوا شلون قام يغلي، هاي الصلصة قامت تغلي لان انا حطيت الصلصة كلها. هو غلط ما تحطوها كلها، لان هو الخضار والدجاج راح يذوب سوائل كلش هواية. زرفته وفتحته، شوفوا هنا انشويت وذبيت من الصلصة ذيك شفتوها بالطاسة، قللت منها حطيت بالطاسة وضميتها على مود اتبل بيها الدجاج، اخاف اسوي فد يوم، فكلش طيبة. وهذا طلع شكلها وممرودة الصراحة، ممرودة مرد، بس البوتيتا شوية صلبة وطعمها لا بأس. حمرتها من فوق وطلعتها وبس. هو هذا كان عشان لليوم، يعني هي طيبة. إذا دجاجة أنا مرات أحب الكاملة، فإن شاء الله أسوي فد يوم دجاج محشي بالتمن، هو هم تخرب عندي، بس هالمرة لا والله لا بأس، يعني طيبة الخضار وهاي والصلصة والدهن كلش مستويات. وكملنا وقرينا الجهال وغسلنا المواعين. فهنا زوجي جاب لنا بقلاوة بالدهن الحر من ريف دمشق. هنا جاب لنا حواشي. شنو حواشي بنات؟ هاي الحواشي اللي تصير بالصينية من يبقى يعني الفضايل يسموهن، فيبيعونه بأرخص سعر، فكلش طيبات، حتى دهن وحلا يصير قليل، فنجيب من عنده كلش هواية. هذا طيب. وهذه النوعية الثانية بالفستق الحلبي بعد أطيب يجنن، بس ذاك أغلى من هذا. فزوجي جاب لنا نوعيتين من هذا ومن هذا، بس أنا أحب هذا أكثر. فشنو بنات أنا أشتهي بس آكل قطعة، ها هي بعد نهائيا ما أذوقه. فكلش يعني من الحلويات أنا مو صديقات، فآكل شوية. وحبايبي هذا فيديونا إن شاء الله عجبكم، ولهنا نقول لكم باي باي. لا تنسون قناة أختي تلقوها بأول تعليق، يلا علقونا حطونا لايكات واشتركوا بها. باي باي.